بتفتح موبايلك تلاقي ناس بتسافر، ناس بتنجح، ناس شكلهم دايما مبسوطين، وفجأة تحس إنك قليل. بس استنى، هو أنت فعلا قليل ولا المشكلة في المقارنة؟ كيف تتغلب على المقارنة المدمرة مع الآخرين؟ المقارنة جزء طبيعي من طبيعتنا كبشر، لكن السوشيال ميديا خلتها سلاح خطير. زمان كنت كل ما أشوف حد ناجح أحبط، ليه هم سبقوني؟ طب أنا مش بحاول؟ لحد ما فهمت الحقيقة، إحنا بنقارن نفسنا بهايلايت ريل مش بالحقيقة. بنشوف نتيجة مش الرحلة. هما بيعرضوا أفضل نسختهم مش حقيقتهم. أنت مش شايف التمن اللي دفعوه. كل مرة تقارن نفسك أنت بتكسر جزء من ثقتك. بتشوف نجاح غيرك وتنسى تعبك. بتحس إنك متأخر رغم إنك في طريقك الخاص. وقف فورا كل ما تلاقي نفسك بتقارن. راقب الفكرة واعرف إنها بتأذيك. قلل وقتك على السوشيال ميديا. مش لازم تعرف كل حاجة بتحصل. اكتب إنجازاتك حتى لو كانت صغيرة، دي رحلتك. اقرا سير ناس ناجحين بس كأداة إلهام مش مقارنة نفسك دايما إنك مش فاشل أو متأخر. أنت بس في مرحلة مختلفة. مفيش وقت تضيعه على جلد الذات. كل ثانية بتقارن نفسك بتأخر نفسك خطوة. خليك في حلبتك وافتكر دايما رحلتك مش نسخة من حد، هي حكايتك أنت.